أهلا بكم. أنا منى عرفة pattern maker and sewing specialist و founder of Chic Academy، وده برنامج من برامج Chic Academy اسمه Pat Studio. بوريكم فيه ازاي تقدروا تطلعوا موديلات من الباترون البيزك. البنت الحلوة اللي انتوا شايفينها دي AI. نفذت ديزاين وديته ال AI وقلت له لو سمحت تعمل لي بنت حلوة لابسة البلوزة دي، عمل لي ده. دي بلوزة شيك جدا ومش مكلفة بالمرة، وتعالوا نشوف ازاي هننفذها مع بعض. هبتدي بقى بالفرونت. دي مجموعة الباترونات بتاعة الفرونت الأمام. ازاي البلوزة دي اتعملت؟ بنبتديها بالباترون البيزك اللي هو يبقى كده، اللي هو الأمام. اوكي، البيزك الفلات. وبعد كده هبتدي بقى اشكل من الباترون ده البلوزة. بصوا بقى دلوقتي انا البلوزة دي هطول خط الكتف بتاعها 15 سنتيمتر. بصوا خط الكتف يوصل لغاية فين اهو، بيوصل لغاية هنا. اوكي، انا هطول خط الكتف 15 سنتيمتر، وبعد كده هعمل الجزء ده اللي هو الكروس بتاع البلوزة من فوق. في جزء من الباترون هنا، الجزء ده هيتشال من الباترون بتاع الأمام، وده الجزء اللي هيتعمل كروس. البلوزة هتبقى كروس من قدام. أنا هنزل بس ملي هنا من تحت حردة الجيرو، وهرسم الخط ده اللي انا هقسم عنده الباترون. بصوا ازاي بيبقى كده. اوكي، انا بس طولت خط الكتف شوية وبعدين نزلت خط مستقيم، وعملت الكروس وبعدين نزلت خط مستقيم. اوكي، انا هنا الجزء ده انا زودته 6 سنتيمتر عشان يطلع ديزاين زي اللي انتوا شفتوه ده بس، وطولت الخطين لتحت. الامام هنا هيكون ده طوله، الخلف هيكون اطول. بس خلوني اكمل لكم الامام انا عملت فيه ايه. الجزء ده لازم هيتفصل، هيتقص. هو ده اللي انا حاطه عنده الاكسسوري اللي انتوا شفتوها، صح كده؟ اوكي، انا هقصه. فلما هقص الجزء ده هرجع اخيطهم الاتنين تاني في بعض. فعشان كده انا لازم ازود هنا 1 سنتيمتر، ولازم ازود هنا 1 سنتيمتر، وهيبقى كده بالظبط. لما اخد 1 سنتيمتر الزيادة اظبطه لكم بس كويس. اوكي، ليه هنا بقى اطول؟ طبعا هنا لما زودت 1 سنتيمتر لاحظتوا الزاوية دي، مش كده؟ اوكي، لما زاد 1 سنتيمتر لازم ازود شوية الزاوية بتاعته. هنا بقى الجزء ده هيكون اطول. قلت لكم قبل كده ان الجزء ده انا زودته هنا 6 سنتيمتر، صح كده؟ الجزء ده هيبقى 7 سنتيمتر. الجزء ده الزيادة اللي فيه اللي هي دي انا اعتبر زودت الجزء اللي في الامام ده. الكروس ده علشان يتقفل مظبوط ويتلم صح لازم احط هنا 7 سنتيمتر علشان اعرف اظبط الشكل اللي فوق. بعد كده اجي للفينيشنج بتاع البلوزة.
هيكون دانتيل وجوه حشوة اورجانزا. بالظبط زي الشكل ده. البلوزة كده بسيطة جدا، باترونها ما فيهوش لعب كتير، يعني زي ما انتوا شفتوا دلوقتي الجزء ده الطول مش fixed measurement، الكروس مش fixed measurement، انا عملته بالميل اللي انا عايزاه. الزيادة اللي زودتها في خط الكتف مش fixed measurement. انا قصيت هنا من الجزء ده، كان ممكن اطوله اكتر لتحت، مش fixed measurement. في الاخر انا قعدت العب شوية وعجبني الشكل ده وهنفذه. في الاخر كلها حاجات بسيطة ما اشتغلناش فيها كتير. انا هشيل الجزئين دول خلاص. ده هيكون الباترون خلاص بتاع البلوزة. دي الاجزاء اهي بتاعت الامام. باترون الخلف ما فيهوش كلام كتير. بصوا بس اطول الكتف 15 سنتيمتر، عشان الكتف هيكون بتاع الخلف راكب على الامام، لازم يبقى نفس الشيء. هنا اطول، الطول هنا بتاع الباترون ده اطول من الامام بشوية كده. اوكي انا طولته عن الامام بشوية كتير، انا عجبني ديزاين يكون كده. اوكي وعايزة اقول لكم بس ده مكان هجمع فيه الظهر باستك المكوك. اوكي علشان بس يبقى فيه شكل لامم شوية الظهر من ورا، ما يبقاش كله معرض الظهر كده. وده الفينيشينج برضو هيكون دانتيل واورجانزا، ما فيهوش حاجات كتير قوي الظهر. وده بعد ما قصيت القماش على باترون الخلف. نوع الاكسسوري ده بيتركب بالايد بخياطة يدوية، وطبعا يستحب الخيط يكون قوي. الباترون اللي اشتغلت عليه البلوزة دي ممكن تاخدوها من كتاب Perfect Fit، الجزء اللي هو الفري او 20 صفحة. تاخدوا الباترون تنفذوه وتعملوا البلوزة دي، تجربوا اللي شفتوه في الفيديو ده. لو ما كنتوش خدتوا كتاب هحط لكم الارقام عشان تتواصلوا مع شيك اكاديمي سبورت تيم، هيدوكم الطريقة ازاي تنزلوا نسختكم المجانية من الكتاب، وكمان الفيديوهات اللي بتشرح النسخة المجانية.